نعم حبيبي. نعم حبيبي. نعم حبيبي. نعم حبيبي. نعم حبيبي. احنا خلص احنا خلص احنا خلص احنا خلص. حاضر 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 حاضر. كل الناس عاوزه قصه عزام. حاضر حاضر يا عم سليم. اعمل ايه؟ حاضر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يخليك يا سيدي. بعد تقديم واجبات الاحترام إلى النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، أهالي سلامانة الكرام، لكم مني أزكى السلام، كما أرجوكم الهدوء التام وما أنا لحضراتكم إلا دائما خدام. وطبعا حبايبي سلامانة كلها، طبعا حبايبي الفنان عامة وخاصة حبايبي عائلة أبو أبطان وحبايب أبويا كمان والحاج يحيى، طول عمرنا واحنا مع بعضنا اخوان، واعز التمر لاهله، والله يرحم من فارقونا زمان. نقرا لهم الفاتحه بكل اخلاص واهتمام. والحب لما يكون لله يا اخوان، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. فأدعو الله العلي القدير رب العرش العظيم أن يهدينا وأن يهديكم إلى الصراط السوي المستقيم. القصة اللي طلبها الحاج سمير أبو أبطان، وطبعا الحاج سمير معزته كبيرة عندي. ايام زمان قبل قيام ثورة سنة 52 يا حاج أسامة، كان الظلم متفشي، والبهوات والبشوات مقسمين الاراضي لحسابهم، اللي واخد 200 فدان في القليوبية، واللي واخد 500 في الشرقية، واللي واخد 300 في المنوفية. وكان الفلاحين بقى يشتغلوا. اظن كلكم شفتوا التمثيلية اللي اسمها الوسية بتاعت الاستاذ خليل حسن خليل. كان الفلاح يشتغل ويعرق، وخيره وعرقه رايح لغيره. ولذلك قال الشاعر الحكيم عن فلاح مصر في هذا العصر: ويلي على فلاح مصر أما كفى، فكم ذاق من عنة ومن إرهاق، يغني ألوف المترفين بماله ويعيش في فقر وفي إملاق. كان الظلم متفشي، والظلم ظلمات. ربنا سبحانه وتعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هنتكلم عن باشا من باشوات زمان اسمه عزام باشا.
ماشي على الذنب ورث عن ابوه حوالي من 500 فدان وقصر عالي حواليه جنينه وبستان وزي ما يكون ورث الفلاحين معاه. كل يوم العصر يجيب الكرسي بتاعه ويقعد قدام القصر ويقلد فرعون مصر في جبروته وهيلمانه. كان يقدر حد معدي عليه مولانا بلال شرفته راكب المطيه ولا ينزلش يديله التحيه يبقى يومه مش فاهم. فعربي قال ايه عن الظلم والظالمين؟ يلي الدباير بتظلم حاسبت انه وانتظى من ظالم لحد الصبح تستاهل. يلي الدباير بتظلم حاسبت هو انتظى من يا ظالم لحد الصبح تستنى. لك يوم يا ظالم لك يوم يا ظالم لك يوم يا ظالم ولك ساعة حساب جاية واللي يجر على الغلابة لا يعرض على
القصة دي موضوعها كبير، كلامها كله جديد في جديد. القصة دي موضوعها جديد، كلامها كله جديد في جديد. في الماضي حصلت بالتأكيد يا ابو منى، في الماضي حصلت بالتأكيد. زمان قوي في عهد الإجرام كان فيه باشا اسمه عزة، عن ابوه وارث ثروة مال. كان فيه باشا اسمه عزة، عن ابوه وارث ثروة مال. له قصر عالي وفيه خدام، له قصر عالي وفيه خدام، ما حد كان يعصاله كلام. الظلم كان من طبع ابوه، كان عند كل الناس مكروه. الظلم كان من طبع ابوه، كان عند كل الناس مكروه. من الخوف كانوا بيحترموه، من الخوف كانوا بيحترموه. ايام زمان كانت ايام، كان في زمانه عامل سلطان مغرور بماله بالاطيان. كان في زمانه عامل سلطان مغرور بماله بالاطيان. فاكر ما فيش زيه انسان، فاكر ما فيش زيه انسان. ايام زمان كانت ايام، كان كل يوم من بعد العصر على كرسي قدام القصر. كان كل يوم من بعد العصر على كرسي قدام القصر. وكان يقلد فرعون مصر، كان يقلد فرعون مصر. ايام زمان كانت ايام، وان حد راكب مر عليه ينزل يعظم ويحيي. ان حد راكب مر عليه ينزل يعظم ويحيي. ما حد قال له بتعمل ايه، ما حد قال له بتعمل ايه، ولا حد يوجه له كمان. الباشا عزام في يوم من ذات الايام قاعد على باب القصر بعد صلاة العصر، عدى عليه راجل فقير الحال. السلام عليكم يا باشا. عليكم السلام. اسمك ايه يا جدع انت؟ قال له اسمي بشير. ومين البنت الجميلة اللي معاك دي؟ قال له دي بنت عبير. ورايح فين وجاي منين يا بشير؟ اسمع شوف بشير لما عدى على عزام باشا بيقول له ايه، وعاش جمال النبي صلى عليه.
اعطف على المساكين لقمة في بطن الجعان احسن من 10 فدادين. يلي عطاك ربنا اعطف على المساكين اللقمة في بطن الجعان احسن من 10 فدادين. والحب يلي عطاك ربنا اعطف على المساكين اللقمة في بطن الجعان احسن من 10 فدادين. والحب له مملكة ما تحبش الميلين. اذا كنت بتحب لازم للهوى براهين. اهل المدد يا باشا بيكونوا منكسرين. اهل الكرم يا مولانا بيكونوا منكسرين. لو ضحكت الناس اهل العشق بدوا بكين. لو تخلص في حبك هتبقى صحيح من الواصلين. وتلقى الفرج في الكروب تلقى الفرج في الكروب وفي الألم تسكين. وتقول يا رب الملائكة تقول معاك آمين. أنا بأنصر العهود في صباك واتبع طريق الزيت. صون العهود في صباك واتبع طريق الزيت. كل الأمور تنقضي يا أبو سالم والعسر بن يسرين. وانزاد عليك الحال يا ابو مدبولي خليك مع القطب سيد ابراهيم الدسوقي. سيد ابراهيم الدسوقي والبدوي ابا لثامين. وحد اله وحد إلهك يا عمي ولا تغفل بغمضة عين. ربك كريم ربك حليم ربك كريم ربك كريم وحليم وموفي عنا الدين. من قدرة الخالق يا حبيبي خلق لنا 5 و6 و7 و4 و2. خلق لنا 5 و6 و7 و4 و2. الخمسة 5 صلوات يا كابتن رشيد فرضهم علينا ليه.
الخمسة 5 صلوات فرضهم علينا ليل. الستة ابو سعيد خلق الدنيا في 6 ايام، ولو شاء الله لخلق الخلق في رمضة عين. السبعة 7 سماوات فيهم الملوك يزيد. 4 أبطال نادي عليهم يقولك على الأدب سيرين. 2 خلق الليل والنهار يسبحون في فلك الاثنين. على باب سيدنا الحسين، على باب سيدنا الحسين عيني رأت أمطار 36 عين. 10 و10 و10 و4 و2 يا داخل بحر الحقيقة. والبحر له كم عين؟ عين الشريعة عين، وعين الحقيقة 99 عين. بكرة دموع الفرح تمحي دموع العين. نفحت السيد ابو سلمي للكابتن رشيد السيد عامر وعرب تل الجيران جميعا، والحاج سمير ابو سعيد ابو ابطال. ويقول لك عودا يا حاج سمير وربنا يعود عليك الايام بخير. ويمسي على اخوه حماده ابو سمير. محمود سمير سعيد بكل منها كل سنة وانت طيب يا جدو. يوم من
الايام جاله راجل فقير يشتكي حاله. يوم من الايام جاله راجل فقير يشتكي حاله. شرح ظروفه احواله واللي جراله مع الايام. هذا الرجل كان اسمه بشير صاحب خبرة جناين كبير. هذا الرجل كان اسمه بشير صاحب خبرة فلاح امير. ما في معاه غير بنت عبير شايلة معاه حمل الايام. ولما شاف الحلوة معاه عقله سرح وابليس اغواه. لما شاف الحلوة معاه عقله سرح وابليس اغواه. امسك سنهم دغري حداه جوا القصر في هجرة اوام. وعاملهم بالطيبة والذوق اتاريه ناوي على فعل السوء. عاملهم بالطيبة والذوق اتاريه ناوي على فعل السوء. كاتب في قلبه لهيب الشوق لما في يوم من ذات الايام أغلى تحية وردت إلي يا محترم من حج سيد الحج سيد حنوش الأعرج. جايله تحية من كابتن رشيد السيد عامر بحي ابو ارطان. والكابتن رشيد السيد عامر المحترم باعت تحية للحج سمير ابو ارطان والحج محمود ابو زايد الله يكرمه. والحج محمود ابو عامر يا بنين. والحج عامر ابو الليل الله يكرمه. والحج ايمن ابو عمرو يا اخوان. والمستشار سيد عبد الحميد المحترم جايلك تحية الكابتن رشيد السيد عامر. والحج أسامة ابو عبد البر الله يكرمه. والحج اسماعيل ابو صبري يا اخوان. والاستاذ محمد سعيد نياب يا اعز الاحباب. يا كابتن رشيد على راسي وياي. ومحمد حسني لا شرفت البلد. مرحب يا ابو حسني شرفته يا بنين. معلم سعيد كفت المحترم تجار الفاكهة للحج سمير ابو ابطال. معلم رضا بيوم والمعلم مصطفى بكر كمان. والاستاذ عادل عبساوي يا
الأستاذ شريف عاطف في السعودية، الأستاذ شريف أبو عاطف أبو أرقم الراجل الجدع، والأستاذ محمود سمير أبو يوسف يعني السعودية، وأبو منا الغالي كمان الأمن والأمان، والأستاذ أحمد عادل أبو سنتي للحاج سمير أبو سعيد أبو أبطال، والأستاذ صفر، وتحية للسيد المستشار سيد عبد الحميد يا منور الحوار، والأستاذ محمد أبو عبد السلام اللي منور، والأستاذ أحمد النمس، والأستاذ محمد لطفي كمان، والأستاذ سعيد توحيد، والأستاذ شيخ حاوي أهالي سلامة أمان المرحوم محمد حامد أبو من، والأستاذ سعيد حامد أبو حمزة الغالي المحترم، أغلى الحبايب عيني أبو أبطال. وحدوا الله. عزام باشا لما عدى عليه بشير وقال له اللقمة في بطن الجعان أحسن من 10 فدادين، قال له انت بتشتغل ايه يا بشير؟ قال له انا جنايني. قال ده انت لقط، ده انا عاوز جنايني يشتغل عندي في الجنينه. يلا ادخل القصر، يلا ادخل. ودخلهم القصر مش حبا في الله ولا حبا في رسول الله، لا. عزام باشا كانت عينه فارغه وبص للبنت عبير لقاها جميله، قال ده احنا نتسلى عليها. دخلهم القصر وقال له اطلع انت بقى على الجنينه، وابتدى ايه يشاغل البنت. يا عبير. نعم يا باشا. كوبايه شاي سكر زياده. حاضر يا باشا. يا عبير. فنجان قهوه ساده. حاضر يا باشا. يا عبير هاتيلي الغدا. قالت حاضر يا باشا. جابت له الاكل وحطته قدام منه. قال ما تقعدي يا بنت تاكلي معايا. قالت اقعد اكل معاك. هي العين بتعلى عن الحاجب، ده انا خدمتك. قال اقعدي يا بنت بلا عين بلا حاجب بلا بتاع، اقعدي. المهم البنت قعدت على نية سليمة. قام جه يمد ايده عليها كده، البنت اتنفضت. قالت لا يا باشا، احنا مش من نساء البكاشة. انت جايبنا عندك تسترنا ولا جايبنا عندك عشان تفضحنا وتجرسنا؟ احنا فقراء غلابة مساكين لكن شرفنا غالي. مش كل اللحم بياكلوا الطير، ومش كل الستات، لا. وبصت له وقالت له بتقول يلي تحب الحلال اوعى الحرام تراعيه، اصل الحرام بهد العالي ويوطيه. اوعى تمشي للطريق الدولة العضوات سببين.
الحلال بيقيم الواطي ويعلم، واللي بيزرع خير يا ابو زايد بايده راح يجني، اللي بيزرع خير بايده راح يجني. انا فايت على القبر اسأل عن اللي فيه، انا فايت على القبر اسأل عن اللي فيه، ازاي حالهم يا عيني ما بيردوش عليا ليه؟ قال لي انت عايز يردوا عليك يقولوا ايه؟ اهلا ابدا، انت عايز. تحية للحاج محمود ابو سلام والدكتور محمد سلام والاستاذ كريم ابو الليل والاستاذ عامر سلام والاستاذ عامر ابو الشيخ والحاج صبحي ابو جبل والسيد ابو هويره والصحبه الجميله اللي معاه بيمسوا على الحاج سمير ابطال وعلى الكابتن رشيد السيد عامر، يقولوا له شرفنا ونورنا يا كابتن. تل الجراد وعرب تل الجراد اللي مشرفين نورهم علينا زاد. يلي تحب الحلال وعلى الحرام تراعيه، اصل الحرام بيهد العالي ويوطيه، اما الحلال بيقيم الواطي ويعليه، واللي بيزرع خير اللي بيزرع خير بايده راح يجنيه. انا مرة فايت على القبر، انا فايت على القبر، انا فايت على القبر اسأل عن اللي فيه، ازاي حالهم يا عيني ما بيردوش عليا ليه؟ قال لي انت عايز يردوا عليك يقولوا ايه؟ قال له انت عايز يردوا عليك يقولوا ايه؟ والحال ظاهر للي وياه عقل ينظر بيه. هو العقل مش للتفكير بس، لا للنظر برضه. الحال ظاهر للي وياه عقل ينظر فيه، واملا كف التراب، املا كف التراب وبعقلك تمعن فيه، هتلاقي ده كان بشر بيقولوا له يا بيه ساكن في منزل جميل والمن بيلعب فيه، والدنيا يا عين عالدنيا سبا. الدنيا غريته وزهزهت في عينيه، لجأ لباب الحرام والشر تاجر فيه، راح له اليتيم على الباب طلعت حباب عليه، ظهره اتحنى البسيطة مسك عصايا في ايديه،
شعره بيض يا جماعة ما فكرش ده من ايه، جسمه خس وضعف قلبي اموالي باموال الدواء يقويه، الدواء يقويه. بيته صبح ادخل لكن هيعمل ايه، هي الشجرة لو فاتتها الحياة المية تعمل ايه، شجرة وفاتتها الحياة المية تعمل ايه، شطارة الطب تعمل للي شافوا ايه، ولما جت لحظته قعدوا الجميع حواليه طلوا على مرقده وقالوا يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني عليه، اللي ما ينفع لجنة نار الجحيم تكويه. على رأي اهل زمان قالوا كلام وله معنى، مهما يعيب الخسيس اصله بيرد عليه. ربنا يشفيه ويشفينا ويشفي امراضنا وامراض المسلمين. يا شيخ احمد الحمد لله السلامة يا شيخ جمال بيه، شغالة معاهم يا شيخ احمد تمام، الله يسهل لك